مساء اليمن والبركات، مساء الخير أعزائي المشاهدين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على اشتراكاتكم، كذلك على تشجيعاتكم وعلى دعمكم كذلك. بالنسبة اليوم جيت باش نتقاسم معكم تقديات ديال رمضان، باقتراب شهر رمضان، شهر الثواب، شهر المغفرة. ان شاء الله يدخل عليكم الصحة والسلامة طول العمر. بالنسبة هنايا كاين واحد المحل اللي متواجد في تيكيوين، الناس ديال تيكيوين يلا صاروا باش تمشيو هنايا تقداو فيه. صراحة عنده لوازم ديال الحلويات، كذلك تقداو عنده بأثمنة جد مناسبة، والأهم في الأمر عنده الجودة. صراحة عنده شي حاجة زوينة ونقية، لذلك دائما كنجي نتقدم من عنده أي حاجة خاصاني في الدار. كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنايا التقديه اللي خديت كاع داكشي اللي خاصني باش نصايب شنيخه، نصايب شباكيه. هنايا كذلك كاينه مسكه حره اللي عنده صراحه بالنسبه للمسكه حره شي حاجه اللي هي مضمونه 100%. دونك دابا غادي نمروا باش نوجد معكم الوصفه ديال اليوم، اللي هي عباره عن بليغات بالزنجلان المزوقه باللوز. صراحه كتجي رائعه في المذاق، وكذلك كتجي رائعه في المظهر او الشكل. يلا باش نمشيو نتقاسم معكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الزنجان اللي كيكون محمر، معلقه ديال مسكه حره مدقوقه، عندي صفار بيضه، هنايا عندي 3 المعالق كبار ديال الزبده، عندي قرفه، كذلك نافع وملحه، ماء الزهر، الماء العادي، كذلك البيكين باودر وزيت نباتيه. دونك بزلافه كيف ما كتلاحظوا معايا كنكون ديجا داير ديك الربع ديال الدقيق والربع ديال الزنجلان اللي كنكون محمره، ومعلقه صغيره ديال مسكه حره مدقوقه من طبيعه الحال. يعني غادي نخلط دوك النشويات كاملين او المواد الجافه، وغادير معاهم النافع اللي كنكون دايره واحد المعلقه كبيره، معلقه كبيره ديال القرفه مدقوقه من طبيعه الحال، وكذلك القليل من الملح. هنا غادي نزيد عليه معلقه صغيره من البيكين باودر او خميره الحلويات. يعني غادي نخلط الكل جيدا. غادي نزيد عليه صفار بيضه، هنايا عندي 3 المعالق كبار ديال زبده مذابه. يعني غادي نخلطو الكل. هنايا زدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت نباتيه. يعني غادي نخلط داك الزبده والزيت، كذلك صفار بيضاء مع الدقيق والزنجلان والمواد الاخرى اللي كنت ضفت. هنايا غادي نحتاج بالنسبه للماء الزهر درت فيه 8 او 10 ملاعق كبار، وكذلك نص كاس ديال الماء العادي. يعني بالنسبه للماء كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، يعني حتى كتشوفوا العجينه ديالكم تجمعات وما كتبقاش مازال كتفرتت وما تجيش عاوتاني رطبه. يعني بالنسبه للعجينه والقوام ديالها كيكون متوسط، ما كيكونش رخو وما كتكونش بطبيعه الحال قاصحه. هنايا ضفت 10 ملاعق كبار من ماء الزهر. اللي ما عندوش ماء الزهر يذوب 2 ساشي ديال الزهر مع الماء ومن بعد يعجن بهم. يعني بالنسبه للطريقه اللي هي سهله. يعني غادي نخلط الكل جيدا حتى كتجمع لينا ديك العجينه اللي عندنا. بصراحه بالنسبه للمكونات اللي هما بساطين وكنخرج لك واحد الكونتيتي اللي هي لا باس بها من البليغات، وبالنسبه للمذاق صراحه رائعين جدا، احسن من هذوك اللي صراحه كنشري برا. هذوك ما كيكونوش طيبين، وبالنسبه للزنجلان ما كيكونوش ديجا محمرينه. انا بالنسبه للزنجلان ضروري كنحمرو. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا كنخلطوا الكل جيدا حتى كنجمع داك العجينه. كيف ما كتلاحظوا معايا راه ما كتجيش رطبه، يعني كتجي شي شويه قصيصحه وما كتكونش رطبه وما كتكونش عاوتاني قاصحه، يعني كتجي بين وبين. غادي نقسم الخليط ديالي او العجينه ديالي على جوج، ومن بعد كنديرو في واحد سولوفان ولا بلاستيك غذائي وكنخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نخدمو على سطح العمل او اناء العمل. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما ارتاح غادي ناخذ الدلاك وغادي نطلقها. بالنسبه للسمك ديالها كيجي رقيق، ما كيجيش غليظ. دونك غادي نطلقوا ديك العجينه اللي عندي فوالا بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. كيف ما قلت لكم بالنسبه للسمك ديالها ما يجيش غليظ باش ما يجيكمش ديك البليغات ديالكم معجنين من الداخل. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ندلك الجوانب كذلك الوسط باش ما يبقاش فيها ديك التكتلات ديال العجينه، باش تجيني العجينه مقاده.
من بعد غادي ناخد ديك القطاعه وغادي نقطع الجوانب باش يجيني على مقياس واحد. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا كتكون رقيقه ما كتكونش غليظه نهائيا. من بعد غادي نقطعها وغادي نشكلها على شكل مربع باش تاخد ليا ديك لا فورم ديال مربعات باش يسهل عليا نخدم دوك البليغات ديالي. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لدوك لي شوت اولا دوك الهوامش اللي كنكون حيدتهم يعني غادي تحتفظوا بهم في شي بلاستيكه باش يرطبوا، من بعد غادي تخدموهم تاني يعني حتى حاجه ما غادي تضيع. هنا غادي نقطعهم على شكل اشرطه. من بعد غادي نقطعهم على شكل مربعات. يعني كما قلت لكم بالنسبه لهاد البليغات صراحه ساهلين ماهلين، ما فيهمش الخدمه بزاف وما فيهمش المكونات بزاف. يعني فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا كنشكلهم على شكل بليغه. يعني بالنسبه للطريقه ديال التشكال فهي كاع الناس كيعرفوها صراحه. يعني بالنسبه للاصبع ديالك كديريه لداخل، من بعد كتلصقي دوك الجوج الجوانب حتى كتشكليها على شكل بليغه. ما تلصقيهاش مع الاخرى، يعني كتلصقي غير دوك جوج جوانب فقط، يعني كيبقى داك الفراغ لداخل. يعني واحد الطريقه اللي هي مبسطه وسهله. من طبيعه الحال انا كنتعمد نجيب لكم جميع الوصفات اللي هما ساهلين وما فيهمش بزاف ديال المقادير وما فيهمش الخدمه بزاف، يعني ممكن انك يعني اي واحد يقدر يديرها. انا غادي نحاول ما امكن انني نشكل كاع دوك المربعات اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للناس بزاف كيديروا لي كوموند بالنسبه لهادو البليغات بشنيخه كذلك الشباكيه. بطبيعه الحال حنا دائما كنركزوا على شي حاجه سميتها الجوده، على شي حاجه سميتها النقه، شي حاجه زوينه وبنينه في نفس الوقت. يعني دائما كتعتمد على الشكل وكتعتمد على المذاق. يعني غادي نشكل معكم كاع دوك البليغات اللي عندي ان شاء الله. ممكن انكم تخليو لي كاع لي كومونتير الا بغيتوا شي وصفه اخرى باش انني نصايبها معكم في الوصفه الجايه ان شاء الله، سواء كانت الشباكيه سواء كانت السانطير سواء كانت بشنيخه بطريقه اخرى. يعني بصراحه عطا الله الوصفات الرمضانيه. انا غادي نشكل معكم كاع دوك البليغات اللي عندي بهذه الطريقه. يعني تعمدت انني نشكل معكم كاع دوك العجينه ونتقاسم معكم جميع التفاصيل وجميع الخطوات اللي كندير باش نصايبوا جميع الوصفات اللي كنقدم لكم. بالنسبه للعجينه الاخرى والاخيره المتبقيه يعني غادي نشكلها معكم بهذه الطريقه. يعني هنايا الصوره هي اوضح. بالنسبه لكاع الناس اللي كتشوف هاد لي فيديوهات ديالي ما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم، ما تنساونيش بالجيمات ديالكم، ما تنساونيش بالدعمات ديالكم كذلك بتشجيعاتكم. هانتوما غادي نكمل كاع دوك اللي عندي وغادي نمشي ندير الزيت سخن. من بعد غادي ندير دوك البليغات. بالنسبه للزيت من طبيعه الحال ديما انني كنأكد عليها بالنسبه للنار كتكون متوسطه ما خصهاش تجهد سينو غادي تحرق لكم البليغات ديالكم وما تجيش عاوتاني مهيله باش ما تشربش لكم الزيت. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ندير دوك البليغات ديالي يتقلاو. من بعد غادي نديرهم مباشره في العسل.
فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا ملي كنحيدهم كنغطسهم ديريكتومون في لاسل. ولا كتخليهم واحد شويه حتى كيتشربوا شويه ديال اللسان، من بعد كديريهم فشي البلاصه اللي غادي يستقطروا فيها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للخطوات اللي هما ساهلين، بالنسبه اللي بغى نتشارك ونتقاسم مع طريقه باش غادي نصايب العسل ديروها لي في لي كومونتير، حتى هي راه الطريقه اللي هي جد سهله ومبسطه، كتكون العسل اللي كتجي رائعه صراحه. ممكن انك ديرها في شباكيه وفي اي حاجه صايبتيها لرمضان. فوالا بالنسبه للشكل النهائي كيكون على هذا الشكل، كتزينها بشويه ديال اللوز اللي كتقليه. فبصحه وراحه ان شاء الله نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، بصراحه كتجي رائعه. وبالنسبه للمذاق، المذاق ديال الزنجله اللي كيكون محمر، وبالنسبه للتقرميشه ديالها كتجي زوينه وبنينه صراحه. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وغادي تصدق معكم بطبيعه الحال في اول استعمال. واللي بغات شي كوموند تراسلني وصيفط لي غير كومونتير، ومرحبا بالجميع. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. مع السلامه ورمضان كريم، مع السلامه.